تعالى نعدي الشارع. هحكي لك عن اسرع عمليه عقلك يقدر يعملها. في دراسه اتعملت في 2020 في مجله اسمها ابلايد ساينس، اتكلمت الدكتوره وفاء شكري والدكتوره مها لاشين عن المنطق الضبابي والفجوه الحرجه، ان من اصعب العمليات الحسابيه هي عبور الطريق. انا هحكي لك موقف. انا كنت واقف على رصيف في شارع عرضه 8 متر، في باص جاي من مسافه 100 متر بسرعه 70 كم في الساعه. نسبه بسيطه هنحول ال 70 كم في الساعه الى متر في الثانيه، هنضرب في 1000 على 3600 بيساوي 19.4 متر في الثانيه. وعشان الباص يوصل لي هنقسم المسافه اللي هي 100 على سرعه الباص اللي هي 19.4 هيساوي 5.1 ثانيه. انا عشان الباص يوصل لي هنحتاج 5 ثواني. انا سرعتي عشان اعبر الطريق هي 2 متر في الثانيه. عشان اجيب الزمن اللي انا هعبر بيه الطريق هقسم المسافه اللي هي 8 على سرعتي اللي هي 2 فهيساوي 4 ثواني. كده الباص عشان يوصل لي هيحتاج 5 ثواني، وانا عشان اعبر الطريق محتاج 4 ثواني، يبقى انا هعبر اسرع من الباص. طبعا انت مش هتقعد تحسب كل ده، انت هتسيب الباص يعدي وانت تعدي بعدين. سلام.